لو عندك مشكلة مع المحشي، يوم المحشي طويل وبياخد منك شغل كتير وبطلتي تعمليه من كتر ما بتتعبي فيه، تابعي معايا الفيديو النهارده. هقولك ازاي تعملي المحشي بكل سهولة، هقولك كمان ازاي تسوي المحشي في حلة الضغط العادية وانسي خالص بقى كل مشاكل تسوية المحشي، لا هيشيط منك ولا يعجن ولا يطلع ني ولا اصلا هياخد اي وقت على البوتاجاز. هجرب معاكي كمان نوع توابل محشي جديده لو انت لسه مبتدئه مش بتعرفي تظبطي توابل المحشي، وحتى لو انت استاذه في المحشي زي كده بحب دايما اجرب حاجات جديده من باب التغيير يعني، وهشوف لو كان ينفع نعتمد عليها ولا هرجع لخلطه المحشي بتاعتي. تابعي معايا الفيديو خطوه بخطوه، في كل دقيقه هقولك معلومه جديده، بس الاول انزلي اعملي لايك على الفيديو ده واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. اول حاجه كده بنبدا بتجهيزات المحشي، ودي ممكن تبداي فيها قبلها بيوم، بتوفر عليكي وقت ومجهود كبير جدا. بتشتري الخضار بتاعك، بتسلقي الكرنبه، بتنضفيها كده، بتورقيها ورقه ورقه لو هي من النوع اللي بيبقى خفيفه كده وممكن تتورق، او بتسلقيها سليمه لو هي من النوع المكبس اللي الورق بتاعها ما بتعرفيش تسلكيه من بعضه. بنسلق الكرنبه وبنقطعها وبنوضبها وبنحطها في التلاجة. كمان بتغسلي الخضره بتاعه المحشي وبتنشفيها كويس جدا، تخرطيها التخريطه الناعمه بتاعه المحشي. تعصري الطماطم، تجهزي لو هتتبلي فراخ او لحمه ممكن تجهزي التتبيله بتاعتها وتتبليها، والحاجات دي كلها ممكن تبات في التلاجة وتبقى كويسه معاكي لتاني يوم تعملي المحشي على طول، ما بياخدش معاكي اي وقت. جربي التظبيطه دي هتنفع معاكي جدا لو انتي بتشتغلي او معاكي بيبي صغير، الموضوع هيبقى سهل معاكي، تقدري تعملي المحشي بكل سهوله من غير ما تحسي باي تعب. طيب لو هتعملي المحشي كله في يوم واحد برضو لازم تنظمي وقتك كده وترتبي افكارك عشان الموضوع ما ياخدش منك وقت وتبقى العمليه بسيطه عليكي. اول حاجه كده اول ما بتدخلي المطبخ على طول بتبداي بيها تتبلي الفراخ او اللحمه عشان تركنيها في التتبيله تاخد وقتها كده ويبقى طعمها حلو. انا بجهز تتبيله خفيفه كده، بصلتين على طماطميتين شويه فلفل اسمر وشويه ملح وكام فص حبهان، هي دي التتبيله اللي بعملها للفراخ او اللحمه لو هسويها تحت المحشي. انا هعمل النهارده فراخ فهجهز التتبيله بتاعتها وبدعكها كده في التتبيله كويس قوي لحد ما احس ان الفراخ كلها اتغلفت بالتتبيله، وبغطي الصينيه بتاعتي او الطبق اللي فيه الفراخ كيس بلاستيك او بالاسترتش وبحطها في التلاجة لحد ما يجي وقت التسويه بتاعتها، بيكون فات ساعتين ولا حاجه وبتكون اتبلت كويس جدا. تاني حاجه بعملها بكون سلقت الكرنبه، واول ما باخد الورق بتاع الكرنبه بطلعه من الميه، انا لازم اشطفه بميه ساقعه عشان يوقف التسويه بتاعته، واقطعه بقى باخد 3 ورقات او 4 ورقات فوق بعض كده يكون مقاسهم قريب من بعض او مقاس واحد، ارصهم فوق بعض كده وبسويهم كويس جدا، وباجي بالسكينه واجي قاطعه العرق التخين ده من ال3 ورقات او ال4 ورقات فوق بعض كده مره واحده. الطريقه دي منجزه جدا يا بنات، ما بتهدرش ورق خالص، وبتلاقيكي في ثواني كده خلصت الكرنبه كلها تقطيع زي ما انت شايفه كده. باخدها كده انا قطعتها بالعرض 4 صفوف، وبالطول بقطعها برضو حسب حجم الورقه اللي انت بتحبيه، اللي هتطلع معاكي مقاس صباع المحشي اللي انت بتفضليه. حبه صغير قطعي الورقه صغيره، حبه صباع طويل شويه او كبير تكبريها. اول جزء ده اللي بيبقى التانية بتاعه الورقه انا باخده وبفرده، وبعد كده بقى باخدها على طول وبرصها فوق بعض متقطعه ومتستفه جاهزه. دي اسهل طريقه ممكن تقطعي بيها الكرنبه حتى لو انت لسه مبتدئه اول مره تعمليه. زي ما قلتلك ما بتهدرش ورق خالص. انا مطلعه الكرنبه كلها اهو. انا الكرنبه بتاعتي ما كانتش كبيره قوي وزي ما وريتك في المقدمه بتاعه الفيديو كانت مهويه، يعني الورق بتاعها مفرغ وبعيد عن بعضه وكان تقريبا كله قد بعضه. بوريكي تاني اهو، بتحطي الورق كله فوق بعضه 3 ورقات او 4 ورقات ويكون مقاسهم قريب يا بنات عشان ما تطلعش معاكي ورقه كبيره ورقه صغيره، وبتاخديهم كده بالسكينه بالعرض وبالطول 10 دقايق بالظبط وبتكوني مخلصه الكرنبه كلها تقطيع. خلي بالك بس وانت بتقطعي اول صف ده خليه اصغر حاجه، لان الورقه دي تانية الورقه بتاعه الكرنبه هتتفرد هتبقى قد مقاسها مرتين زي ما انت شايفه كده بفردها تبقى قد مقاس بقيه الورق. بس كده حبايبي في ثواني بتبقي مخلصه تقطيع الكرنب، ما بياخدش معاكي اي وقت. ادي الكرنبه بتاعتي بعد ما خلصتها تقطيع رصيتها في صينيه كده وجهزتها. ممكن تجهزيها زي ما قلت لك قبلها بيوم، تكيسيها كده بستريتش وتحطيها في التلاجة مش هيجرى لها اي حاجه، او تعمليها في نفس الوقت وتبداي تحشي فيها على طول. حله بقى على النار، ويستحسن الحله اللي هتعملي فيها تسبيكه المحشي هننزل فيها كده بمعلقتين 3 زيت حلوين ومعلقه سمنه بلدي، واسيبهم يقدحوا كده على النار ويسخنوا معايا كويس جدا، وهنزل بالفراخ اللي تبلناها واديها كده صدمه وخليها تاخد معايا لون ذهبي خفيف. انا هحمر الفراخ دي عشان هحطها تحت المحشي، بديها تحميره خفيفه كده، ما بحبش احطها نيه. الفراخ متبله تتبيله بسيطه جدا، ما تحطيش فيها اي توابل غريبه عشان ما تغيرش معاكي ريحه المحشي، يا دوب بصلايه وطماطمايه وشويه ملح وفلفل وفصين حبهان، توابل مش غريبه خالص عن المحشي. والتشويحه الخفيفه دي بتركز فيها بقى ريحه التتبيله وبتمنع اي زفاره ان هي تزفر في الاكل بعد كده لما نحطها تحت المحشي.
زي ما انت شايفه كده، ده اللون اللي انا عايزاه، مش اكتر من كده. احنا مش بنسويها، انا بس بديها صدمه. عايزه اقولك ان التشويحه البسيطه دي مش بس بتفرق في طعم الفراخ، لا دي كمان بتفرق في قوامها، بتبقى ماسكه نفسها كده، ما بتخليهاش تتهري مهما شديتي عليها في التسويه. بس كده حبايبي، الفراخ بتاخد معايا لون، ببدأ اطلعها من الطاسة زي ما انت شايفة كده. حطيها بقى في طبق واركنيها لحد ما نيجي نعمل المحشي، هنرصها في قعر الحلة من تحت. الزيت بقى اللي شوحنا فيه الفراخ بكل اللي نزل من الفراخ، سواء تتبيلة سواء دهون من الفراخ، هنزل عليه بالبصلة اللي هي بتاعة تقلية المحشي، وهكمل تسبيكة المحشي في نفس الطاسة على نفس الزيت والسمنة اللي حمرنا فيها الفراخ. بتدي المحشي يا بنات ريحة حلوة جدا. اول ما البصلة بتاخد معايا اللون بديها بس قرن فلفل حامي، شوية صغيرين من الخضرة اللي جهزناها ومقطعينها ناعم، وبقلبها تقلبتين كده. وبعد كده بنزل بالطماطم، طماطم مضروبة في الخلاط. انا ما بصفيش الطماطم بتاعة المحشي، بحبها تبقى كمان خشنة مش مضروبة جامد. غلوتين كده وبنزل عليها بمعلقه صلصه حلوه كده بس عشان تظبط لون التسبيكه لو الطماطم لونها مش حمراء قوي. دي بقى يا بنات توابل المحشي اللي هجربها معاكي النهارده من ويلز. دي توابل محشي محطوط فيها نفس التوابل بالظبط اللي احنا بنحطها، الفلفل الاسمر والكمون والكزبره، 7 بهارات، محطوط فيها كمان خضار مجفف، بصل وثوم بودره والشبت والبقدونس والكزبره، محطوط فيها توابل كتير جدا، توليفه حلوه قوي يا بنات. حبيت اجربها معاكم من النهارده. لو حد ما بيعرفش يظبط قوي تتبيله المحشي او يحط فيها، جربي في كل مره تتبيله مختلفه لحد ما تلاقي تتبيله المحشي اللي تعجبك. بس كده حطيت منها معلقتين كبار، وبعدين حطيت الملح. ظبطي بقى الحياء على ذوقك. انا ما حطيتش مع التتبيله اي حاجه خالص، اكتفيت بتتبيله المحشي الجاهزه دي، ولا حطيت فلفل ولا كمون ولا كزبره ولا زودت معاها اي حاجه، بس الملح. وظبطي الحياء على ذوقك. كميه الطماطم اللي انا عاملاها ملو شفشق طماطم اللي هو اللتر ونص، حطيت لها معلقه ونص ملح. بغطيها بقى وبسيبها تتسبك. وعلى ما تتسبك بكون انا غسلت الرز وصفيته كويس جدا، نزلت عليه ببصلايه مفرومه ناعم مدعوكه كده بشويه ملح وفلفل. والترك في المحشي بتخلي طعمه حلو جدا. بنزل كمان بشويه من الخضره على الرز، وبدعك بقى الرز مع البصله والخضره كويس كده لحد ما يدخلوا في بعض والرز يتشرب بريحه البصل مع الخضره كده. بنزل بالصلصه شويه بشويه وبقلب لحد ما تظبطي لون الرز وكميه الصلصه حسب ذوقك. في ناس ما بتحبش الصلصه في المحشي كتير، في ناس بتحبها زياده. حطي حبه بحبه لحد ما توصلي للون وقوام الرز بتاع المحشي اللي بتحبيه، سواء غرقان صلصه او الصلصه فيه خفيفه شويه. دي يا بنات حلة الضغط اللي هسوي فيها النهاردة المحشي. دي حلة تيفال كليبسو 12 لتر تقريبا او 10 مش فاكرة. المهم يعني جاي معاها الحلة دي حلة زي مصفى كده او شبكة، دي بنسوي فيها الخضار السوتيه لو عايز تعملي خضار على البخار. اول حاجة كده فرشت قعر الحلة بشوية بصل متقطع خشن كده شرايح كبيرة، مدعوك برضو بملح وفلفل. وهرص على البصل ده في قعر الحلة من تحت خالص الفراخ اللي شوحناها. انا حطيتها كده، خليت الجلد لفوق، بس قبل ما انزل عليها المحشي انا قلبتها تاني، يعني خلي الجلد لتحت عشان ما يلزقش مننا في المصفى بالمنظر ده كده. وبعد كده انا حطيت المصفى. لو عايزه تلفي كده وهي في الحله براحتك، عايزه تلفيها بره الحله دي وبعدين تنزلي بيها في قلب حله الضغط براحتك. الورق بتاعي متقطع زي ما يكون على المسطره مظبوط جدا. باخد بقى الورق وبلفه، مفيش اسهل من لف ورق الكرنب، لا بيحتاج معاكي لفافه ولا اي حاجه، على ايدك كده بتحطي كميه رز مناسبه، بتحطيها في نص الصابع بالظبط، ما بتحاوليش توصلي الرز للاطراف عشان ما يخرجش من الورقه. اعملي حساب ان الرز بيزيد بعد التسويه، فخلي كميه الرز في صباع المحشي مناسبه كده، مش كتيره قوي ولا قليله قوي. وبرص في المصفى بتاعه الحله. لو لسه متابعه الفيديو لحد دلوقتي، انزلي حالا اعملي لايك على الفيديو ده واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. عايزه اقول لكم يا بنات، تسويه المحشي في حله الضغط طريقه حلوه جدا ناجحه جدا، بتضمن ان المحشي بتاعك هيطلع مستوي من كل حته، مفيش حته نيه وحته مستويه، ما بيعجنش معاكي لانه مستوي على البخار في شبكه معزوله عن الشوربه اللي احنا بنسوي فيها، وعمره ما هيعجن منك لانك ظابطه وقت التسويه بتاعته. اهم حاجه بس وانتي بتلفي خروم المصفى اللي في الصف الاول دي تسيبيها مكشوفه كده، ما تحطيش عليها محشي، ابدأي داريها من الصف التاني. بتحطي صباع عكس صباع لحد ما تطلعي بقى بالحله. امليها الحله على فكره كميتها كويسه جدا، خدت الكرنبه كلها تقريبا، اتلفت كلها في الحله دي.
وهحط عليها كمان قرنين فلفل، يعني مش صغيره، هتاخد معاكي كميه حلوه. ولو عايزه تزودي عليها بعد ما بتنزليها في الحله كده، ابدأي لفي وهي جوه الحله واعلي بالمحشي بتاعك. اهم حاجه ما يلامسش بس حروف الحله او جدار الحله من جوه عشان ما يتلسعش منك او يشيط. خلاص كده انا نزلت المصفى في قلب الحله. هبدأ بقى دلوقتي احط عليها الشوربه، وخلي بالك كميه الشوربه اللي هتحطيها زي ما هي هتلاقيها في الاخر، وهوريكي. المحشي متسوي على البخار، بس حطي كميه قليله، يعني ما تحطيش عقد المحشي اللي انت بتحطيه في الحله العاديه، قللي شويه لان هو اصلا مش هيشرب منها اي حاجه، هو هيستوي وهتفضل الميه تحت موجوده، وهوريكي طبعا في الاخر. خلاص كده انا حطيت عقد المحشي، بغطي بقى وش الشبكه من فوق كده بالورق بتاع الكرنب الاخضر، بغطي. وهي اصلا خطوه مش اساسيه، هو البخار كده كده مكتوم في قلب الحله مش هيطلع، بس عشان اضمن بس ان المحشي مش هيتحرك ويقع من هنا او من هنا، بغطي الحله وبقفل البخار كويس جدا، وبرفعها على النار، على نار عالية. أول ما أشوف بقى البخار بدأ يطلع كده من الخرم بتاع البخار ده، أنا بوطي نار البوتاجاز خالص، يعني هي أول ما البخار ده بيطلع أنا بعرف إن الحلة بدأت تغلي، بوطي عليها وبسيبها بالظبط ربع ساعة، وبعد كده بطفي عليها. بتقعد ربع ساعة على نار هادية خالص يا بنات. بعد كده بطفي 5 دقايق بالظبط، وبفتح الزرار بتاع البخار، بسيبها بقى تطلع البخار بتاعها، بتاخد لها كمان 10 دقايق ولا حاجة. بعد كده بفتحها يا بنات البخار. طبعا هي طلعت بقى لها كان تقريبا 5-6 دقايق على البوتاجاز، البخار مفتوح وعماله تطلع. قبل ما افتحها باجي بقى باخد الشبكه بتاعتي اللي فيها المحشي، سخنه جدا طبعا. هشيل بقى الورق اللي انا حطاه، الورق الاخضر ده اتهرى طبعا، انا مش عارفه امسكه خالص، مهري استوى جدا. وادي المحشي بتاعي، شايفه التسويه بتاعته، شايفه لمعته، مفيش رزايه خارجه من المحشي ومفيش واحده اتحركت من مكانها. تحفه يا بنات. وزي ما انت شايفه الميه اللي احنا حطيناها او الشوربه اللي احنا حطيناها زي ما هي تحت في الحله. هفضيه بقى، هقلبه في الصينيه بتاعه الغرف. عايزه اوريكي بس التسويه بتاعته، زبده، الورقه مستويه والرز مستوي جدا وبرده مش معجن، تسويه مظبوطه بالشعره. شايفه صباع المحشي عامل ازاي. انا طبعا هنا صفيت الميه من على الفراخ عشان اطلع بقى الفراخ، وقلبت بقى المحشي في صينيه التقديم. بصي الجمال، تورتايه، ولا لازق ولا شايط ولا معجن، بيفرط من بعضه فرط قدامك اهو. احسن مره سويت فيها محشي يا بنات من ساعه ما بدات اطبخ، تقريبا مستوي كله على البخار، مستوي من فوق زي من تحت، ولا واحده لازقه في الجنب ولا واحده لازقه في القعر، ومفروض من بعضه، هو بمجرد ما بهز الصينيه بيروح واقع. وادي الفراخ طلعتها، طبعا مش عارفه امسكها. الحله دي ما ينصحش ان انت تعملي فيها فراخ لان الفراخ استوت بزياده، لو كانت لحمه كانت هتبقى احسن، كانت هتستوي برضو بس كانت هتبقى ماسكه نفسها. شايفه بقى تسويه المحشي، الرزايه من جوه مستويه كويس جدا ومفلفله مش معجنه، ولون الصلصه ولون التسبيكه اللي احنا عملناها تحفه، وريحته فظيعه. بصي الجمال، ولا تقولي لي بقى مطاعم ولا اي حاجه. عايزه اقول لك كمان ان تتبيله المحشي بتاعه ويلز دي حلوه جدا، فيها ريحه المحشي بتاع امهاتنا وبتاع جداتنا بتاع زمان ده، فيها توابل غريبه كده بتفكرني بريحه المحشي بتاع زمان، بس انا مش عارفه اوصل ليه هي. بس برضو انا مش هستغنى عن التوابل بتاعتي اللي انا بعملها بنفسي، لان التتبيله لوحدها مش كفايه، التوابل بتاعتي احلى، فانا ممكن استخدمهم هما الاثنين مع بعض، يعني احط شويه من دي وشويه من دي، عشان ريحه التوابل فعلا بتاعه ويلز فيها حاجه كده انا مش عارفه ايه هي، بس بتوديكي لطعم المحشي بتاع زمان اللي كنت بتاكليه في بيت جدتك. حاولي تجربي لو عندك حلة ضغط وسوي المحشي فيها بالطريقة دي، هتنبهري من جماله ومن تسويته ومن ذوبانه. حاولي كمان تجربي تتبيلة المحشي بتاعة ويلز، هتعجبك جدا. ولو انت عندك تتبيلتك المفضلة برضو حاولي تجربيها كنوع من التغيير، يعني كأنك خرجتي اكلتي في مطعم كده ودقتي طعم تاني للمحشي، تبقى فكرة حلوة جدا وبتكسر الملل من الاكل. بس كده حبايبي، ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب تكوني استفدتي منه ولو بمعلومه بسيطه. لو عجبك الفيديو بتاعي النهارده ما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.